نحن عايشين أحلى حياة من جوا ومن برا. انت يا ايها المشهور اللي حكيت هاي الجملة، تمام؟ نحن عايشين احلى حياة من جوا ومن برا. اولا جاي احكي لك انت عايش من جوا ومن برا احلى حياة بفضل المخلوقة اللي بجنبك، وانت عارف هذا الحكي انه انت بفضلها هي، تمام، عايش احلى حياة من جوا ومن برا، لانه اهلها ذو مركز، تمام، من اكبر العائلات في بلدي على فكرة، ومن منطقة جدا مشهورة، تمام، من أكبر العائلات، من منطقة جدا مشهورة، أغلبهم تمام أطباء ودكاترة وناس متعلمين يعني ذو قيمة في المجتمع، تمام. وغير عن ذلك إنهم هم أصلا يعني شاطرين في مهنتهم، يعني الإنسان يحكي اللي إله واللي عليه. عائلتها نفسها، تمام، أبوها دكتور وأخوها دكتور، فهدول الناس هم فعليا شاطرين في مهنتهم، شاطرين في مهنتهم. وطبعا العيلة هاي يعني أنا أصدقائي منها تمام، أصدقائي شخصيا من عيلة هاي المخلوقة. ف يعني بيننا كتير مودة وكتير بحبهم صراحة. لكن إنك أنت تيجي تحكي أنا عايش من جوا ومن برا، أنت عايش بفضلها، تمام، بفضل الله أولا لأنه رزقك فيها، بفضل ثانيا هاي المخلوقة، يعني أنت عايش بفضل اثنين، ربنا إنه رزقك فيها، وتاني إشي بفضل هاي المخلوقة اللي قاعدة في حدك واللي بتدافع عنك، تمام. فبدك تعرف إنه هاي المخلوقة كمان يعني مش بسيطة ومش سهلة، يعني أنت عارف هذا الحكي أصلا، يعني إنه هاي المخلوقة عندها ما تملك من المال، تمام، عندها، يعني ما بدي أكتر حكي لكن عندها، تمام. فاحمد الله إنك أنت أخذت حدا، تمام، يعيشك من جوا ومن برا، يكون أهلها ذو قيمة ومستوى معيشي عالي، ولهم أملاك داخل وخارج البلد اللي أنا فيها، تمام. وعدا عن ذلك هي كمان حدا يعني إله ثروة، تمام، أنت عارف هذا الحكي. فعزيزي ما تكتر حكي علينا احنا، تمام، لانه حارتنا ضيقة واحنا كلياتنا عارفين بعض. يعني بس احكي لحدا اسم ابوك واسم جدك واسم عيلتك بفصلك تفصيل، بفصلك تفصيل، اي اذا بس حكيت اسم العيلة بفصلوك تفصيل، انت ابن مين ومن وين جاي وفصلوك، تمام. فاحنا حارتنا ضيقة وكلنا بنعرف بعض، فلا تكتر حكي، لا تكتر حكي معنا. يعني احنا كمان عايشين من جوا ومن برا عزيزي، لكن انا ما بظهر هذا الشيء للمتابعين، ما بظهر لهم هذا الشيء لانه لا يعنيهم ومش حياتهم. انا في اشي ذو قيمة، او في كورس مجاني حابة اقدمه، او في اشي ذو فاليو، دائما ذو فاليو وقيمة، وبيحسن من حياة المتابع عندي لو بمعلومة هالقد بسيطة، او بينبهه من شغلة معينة هتصير، انا رح اطلع احكي. المتابع بهمه هذا الاشي. اما حياتي الشخصية ورفاهيتي وانا شو عايش من جوا ومن برا، ابدا ما إله فيها، وما بقحمه بحياتي الشخصية، تمام. هذا الفرق بيني وبينك، انا كيف عايشة من جوا ومن برا، وانت كيف عايش من جوا ومن برا. لكن كلياتنا ابناء ناس، احنا المتابعين يعني اللي على السوشيال ميديا اللي بنتابع المحتويات، سواء هم بيتابعوك، تمام، انا ما بتابع طبعا، هم بيتابعوك او كذا، او بيتابعوا غيرك وانا بتابع غيرك اصلا، تمام. احنا اه يعني احنا الحمد لله عايشين احسن منك ببعض الاحيان، تمام، وعايشين من جوا ومن برا. كل واحد فينا عنده أهل تعبوا عليه وتعبوا على فكرة وتعبوا على أخلاقه. فأنت يا متابع ما تتفه بنفسك بسبب هذا البني آدم، بالعكس افتخر بأهلك، افتخر بعيلتك، افتخر انت من وين جاي، اتعب على نفسك، كن شاطر في المجال تبعك، وهذا اللي ربنا بده اياه منك. وموهبتك استغلها، لان ربنا اعطاك موهبة، بس تطلع وفي انفسكم افلا تبصرون، راح تلاقي نفسك انك عليت وانك وصلت وانك انت ان شاء الله ذو قيمة في هذا المجتمع. فدائما وابدا اتعب على نفسك، اتعب على نفسك، اتعب على حياتك، ولا تعطي للتفهين هدول المشاهير أي قيمة. أنت ذو قيمة أعلى من قيمتهم. ديري بالك تتفه من حالك، ديري بالك، حسن علاقتك مع رب العالمين، حسن علاقتك مع أهلك، حسن علاقتك مع المجتمع، اعمل اشياء بتفيد المجتمع، راح تلاقي انه انت طلعت، انه انت نفسك ذو فاليو وذو قيمة. ما تسمح لحالك تغادر هاي الحياة
وانت انسان تافه، او انت انسان ميت. كيف انك موتت هاي النفس بانك تطلع على غيرك شو هم عندهم وانت ما عندك؟ لا، انت عندك كتير، بس تطلع بنفسك. وشكرا كتير لكم، وشكرا كتير لمتابعتكم، واستحملتوا مني هدول الكلمتين، وشكرا كتير لكم. مع السلامة.